السلام عليكم الخوت. كل شي كيعرف باللي كيد نسا غلب كيد الشيطان، ولكن واش عمركم سمعتوا على كيد الرجال فاش كيكون مبني على الصبر والذكاء؟ القصة ديال اليوم ماشي بحال كاع القصص، هي قصة كتعلمنا باللي النية زوينة ولكن التقليد صعيب. بطلنا اليوم سميتو ياسين، شاب مغربي مقاتل اللي حياته تبدلات في نهار واحد. بقاو معايا باش تعرفوا كيفاش ياسين برد غدا يدوب بواحد الطريقة خلات كل شي مبهوط. القصة واحد ياسين وسناء كانوا كيعيشوا حياة هادئة في الدار البيضاء. ياسين خدم نهار وليل باش يشري شقة في حي راقي، ومن كثرة حبه كتب لسناء النص فيها. واحد النهار ياسين لقى ميساجات في تليفون سناء مع واحد السيد سميتو عادل، كتقول ليه غير صبر نخليه يكمل كريدي الدار ونطالق منه وناخد حقي. ياسين ما بين والو وبدا كيمثل باللي شركته غارقة في الديون والبنك غيحجز على الدار. قال لسناء ببرود: سناء باش نحميو الدار سيني ليا هاد التنازل باللي باتي ليا نصيبك، هكذا البنك ما يقدرش يلمسها. سناء من طمعها سينات وهي كتضحك في خاطرها. في ذكرى زواجهم دار عراضة لعائلتها وحط قدامها صور خيانتها وورقة تنازل. قال ليها قدام والديها: الدار دابا ديالي 100% وحوايجك راهم في ميكا كحلة عند الباب، سيري لعند عادل يكمل لك الحلم اللي حلمتوه سوا. القصة 2: يوسف كان موفر لكوثر كاع سبل الراحة، ولكن اكتشف باللي هي كتجمع الفلوس من وراه في حساب سري وكتخطط تهرب. يوسف كذب عليها وقال لها جاو عقود عمل في كندا بصالير خيالي. قال لها باش نطلعوا الملف خاصنا نبيعوا كاع ذهبك والأثاث باش نبينوا السيولة للبنك. كوثر من طمعها في كندا باعت كل شيء وجابت ليه الفلوس. نهار السفر في المطار يوسف عطاها تذكرة وقال لها سبقيني ركبي أنا غنخلص ضريبة الوزن ونلحق بيك. كوثر ركبات وفاش حلات الباسبور لقات ورقة الطلاق وتذكرة لمدينة الداخلة ماشي كندا، وميساج فيه: فلوسي اللي شفرتي لي سنين رجعتهم بالذهب ديالك، بسلامة لبلاد الغربة في بلادك. القصة 3: ليلى بدات مع عثمان وهي بسيطة، عاونها حتى ولات مديرة في شركة كبيرة. هنا ليلى بدات كتحتقر عثمان حيت هو موظف بسيط وبدات علاقة مع الباترون ديالها. عثمان اللي هو خبير حسابات لقى ثغرات وتزوير في فواتير اللي كانت كديرهم ليلى باش تبان واعرة. في الحفلة السنوية ديال الشركة وقدام كاع الموظفين والباترون عثمان صيفط ايميل فيه كاع أدلة الاختلاس لجميع الحاضرين في دقة واحدة. ليلى تطردت بالشوهة قدام حبيبها الجديد، وعثمان قرب لودنها وقال لها المنصب والراجل اللي كنتي باغية ها هما طاروا، سيري قلبي على خدمة دابا. القصة 4: إسماعيل اكتشف باللي نجاة كتدخل واحد السيد للدار في غيابه. نجاة كانت كتمثل العفة قدام عائلتها. إسماعيل دار عراضة كبيرة وعرض على والديها وخوتها. وسط العشاء قال: بغيت نوريكم فيديو كيوثق أجمل لحظاتنا. فشل التلفازة ما بانوش صور السفر، بل بان فيديو مسجل بكاميرا خفية لنجاة وهي مع العشيق في الصالون وكتعاير والديها باللي هما دقة قديمة. الدار ولات فيها السكتة، وإسماعيل حط السوارت وخرج ببرود وخلاها تواجه فضيحتها قدام خوتها ووالدها اللي كان كيحترمها. القصة 5: كرام كانت زوجته غيتا كتجبروا ياخد قروض باسمه باش يشريوا الأراضي ويكتبوهم باسم أمها. كرام عاقب اللي غيتا ناوية تخرج عليه وتدي كل شيء، بدا كيمثل باللي مرض وفقد الذاكرة. وفاش غيتا بغات تبيع الأرض وتطلق منه اكتشفت الصدمة. كرام كان داير رهن قانوني على كاع الممتلكات بضمان توقيعها هي اللي خداته بلا ما تحس في واحد الأوراق. لقات راسها هي اللي مسؤولة تسدد الديون للبنك والأرض رجعات لكرام قانونيا. كرام وقف قدامها وقال لها التمثيل اللي درتي عليا سنين درتو عليك في شهرين، دابا سيري سدي الكريديات، أنا راه عندي حياتي جديدة. الخوت هادو كانوا 5 ديال القصص اللي كيبينوا باللي كيد الرجال فاش كيكون مبني على الصبر كيكون قاصح بزاف. الخيانة والظلم عمرهم ما كيربحوا في الأخير. شنو هي أكتر قصة صدماتكم؟ واش كتشوفوا باللي هاد الرجال داروا الصواب ولا كانوا قاسيين؟ شاركوا معايا آراءكم في التعليقات، وإذا كانت عندكم حتى نتوما قصص بحال هادي صيفطوها ليا في انستغرام باش نحكيوها ونخدو منها العبرة. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.